إذا كان الكلام من فضة يبقى السكوت من إيه؟ من ذهب. وده مثل قالوه لنا زمان أهالينا اللي الله يرحمهم راحوا. بمعنى إيه بقى؟ بمعنى إن الناس يا أخي اللي بتتكلم كتير ولاغية ودنها وما بتسمعش، هو بس بيقول وخلاص بيدش، عامل زي الحيوان الناطق، بيدش دش 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 دش، عمال يدش في الكلام. طب افهم اللي انت بتقوله وعقله وبعد كده اتكلمه. انما في كل حاجه ده اللي وضر الامه. خدوا بالكم، اللي وضر الامه ان احنا ما بنسمعش كويس، احنا بنرط حلو، رطاطين. يعني احنا المفروض نسمى امه الرطاطين، الرغايين. انما هتقول لي مين وتعيد لي مين؟ روح كده على التويتر وشوف الهاشتاجات اللي عاملينها، واتفرج كده. ايه يا عم ده، يا عم ده الناس دي بتجيب الكلام ده منين؟ كلام ما انزل الله به من سلطان، ودش دش 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 فيه ايه؟ اعقلوا الكلام اللي انتوا بتقولوه، اعقلوه عشان ربنا يجبر بخاطركم يمكن. انما هو عمره ما هيجبر بخاطركم ابدا، هيجبر بخاطرنا احنا بقى. تخيل. وربنا يجبر بخاطرنا وهيسيبكم انتوا كده ايه، تفضلوا ترطوا كده على طول، رط 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 يا رطاطين. اسمع كتير واتكلم قليل تفهم اكتر. اقول لكم ايه يا عالم يا